عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلكم تابعتوا تفاصيل قضية بيدوفيل مدينة الجديدة مغتصب الأطفال، القضية اللي هزت مشاعر المغاربة. فطبعا أنا تعمدت التأخير في التكلم عن هذا الموضوع باش يكون عندي الملف كامل شامل وتكون الإفادة عامة، ما نبقاش غير داوي خاوي. فهذا الشخص اللي قام بهذه الفعلة هذه هو أولا واعد الوالدين ديال الأطفال باش يديهم مدينة الوالدية، وواعدهم على أساس أنهم غيكري لهم واحد الفيلا كبيرة بالمسباح من أجل أن الوليدات يتمتعوا بالعطلة. فإذا به كيديهم المدينة الجديدة، ودا حوالي 22 حتى 24 شخص، السن يتراوح من 6 سنين حتى 18 عام. فقلت داهم المدينة الجديدة كان لهم دار صغيرة. هنا دابا السؤال اللي كيتطرح هو كيفاش أن مول الدار يسمح له باش يكري بدوك المجموعة ديال الأطفال في دار صغيرة. هنا فين هو الدور ديال المقدم في البحث والتحري عن المعلومة، وشكون هذاك وشكون اللي جاي، هذا هو الدور ديالو. ثم أن هذا الشخص رئيس الجمعية آنسي هو نفسه كان قام هذه 3 شهور بواحد العملية التخييم، ومات ليه واحد الوليد، واحد الطفل سميتو وسيم، ودازت القضية هكايا يعني خفيفة، حتى انفجرت هذه القضية عاد تم ربط بين الموضوعين. دابا حنا ولينا الآن في قضية اغتصاب وقتل، وهذا الشخص راه غالب الظن أنه قام بعمليات اغتصاب وممارسة الجنس على الأطفال مرات ومرات ومرات. فهذا الشخص قلت أنه خصو يكون فيه، أو المضمون ديال الوالدين اللي صيفطوا والديهم أنه المربي والمسؤول، وأنه رجل ثقة ورجل أمانة. داكشي علاش الوالدين صيفطوا وليداتهم، بغض النظر عن بعض العائلات اللي تتصيفط الوليدات للتخييم من أجل يتهناو منهم، هذاك موضوع آخر وقضية وشأن كيخصهم همايا. يجب الاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذا الشخص. الشكر، كل الشكر للبطلتين زينب الغواسلي والسيدة قمر المختاري، هاد السيدتين اللي قاموا بتوثيق الجريمة وعاد مشاو علموا البوليس. هذه هي ثقافة التبليغ اللي خصنا حنا كاملين تكون فينا صفة ثقافة التبليغ، ماشي التبرقيق والنميمة والهضرة في عباد الله. ثقافة التبليغ، نشوفوا شي حاجة ماشي هي ديك نبلغوا عليها، ولكن دائما بالأدلة القاطعة من أجل إثبات الجريمة على ذاك الشخص. صدام حسين الله يرحمه في حرب العراق وصلته فكرة معلومة أن أحد الجنود اغتصب واحد المرأة عربية، وخصص لجنة وتحرات على الموضوع وجابت له الملف كامل شامل في القضية، وأكدت له بأن فعلا هذاك الجندي قام بعملية الاغتصاب، حكم عليه بالإعدام. صافي؟ لا، حكم عليه بالإعدام في نفس المكان اللي اغتصب فيه ديك السيدة. هذا راه صدام حسين. كنتمنى من السلطات في المغرب تاخذ الإجراءات اللازمة في حق هذا الشخص وأمثاله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.